بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. مرحبا بكم في قناتكم جواهر الأدب العربي، تتم للموضوع السابق الذي تحدثنا من خلاله عن همزتي الوصل والقطع، وخصصناه للحديث عن همزة الوصل. اليوم سنتناول همزة القطع، بداية الحديث عن مفهومها. إذن هي همزة أصلية ثابتة ينطق بها في كل موضع تأتي به في أول الكلمة وعند وصلها، وترسم فوقها الهمزة أو تحتها من أجل ماذا؟ التفريق بينها وبين همزة الوصل. فإذا كانت مضمومة أو مفتوحة رسمت الهمزة فوقها، كان أقول أخت أو أب. أما إذا كانت مكسورة رسمت الهمزة تحتها، كان أقول إسلام. الآن الحديث عن مواضع همزة القطع. لا شك لهمزة القطع مواضع خاصة تميزها عن همزة الوصل. بداية في الحروف، يجدر بنا الذكر هنا أن نقول بأن جميع الحروف المبدوءة بهمزة هي همزة قطع ما عدا أداة التعريف، ومن أمثلة ذلك حرف الجر إلى، وبعض حروف النصب مثل إن وأن، وأيضا حرف العطف أو وغيرها من الحروف. ثانيا أو باء في الأسماء، جميع أسماء اللغة العربية المبدوءة بهمزة هي همزة قطع عدا الأسماء التي ذكرت في همزة الوصل في الموضوع السابق. ومن أشهر الكلمات التي تبدأ بهمزة القطع هي أحمد، أب، أنا، أنت، أخت، أشغال، إيمان، وغيرها من الأسماء الأخرى. نضيف هنا دائما مصدر الفعل الرباعي المبدوء بهمزة مثل إكرام، إعلام، إشهار، إحسان وغيرها. وعليه فإنه من الضروري عند كتابة هذه الكلمات أن نراعي رسم الهمزة، لأن ذلك هو الذي يميز ويفرق بين الهمزتين. جيم أو ثالثا في الأفعال، ومواضع همزة القطع في الأفعال محدودة، ومن أهم هذه المواضع نذكر بداية في الفعل الثلاثي ومصدره، حيث تبدأ عدة أفعال ثلاثية بهمزة قطع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مصادرها. كالفعل الثلاثي أمر مصدره أمر، وأيضا الفعل الثلاثي أكل الذي مصدره أكل، وأخذ الذي مصدره أخذ، وهكذا. ثانيا في الفعل الرباعي تأتي همزة القطع في الماضي والأمر من الفعل الرباعي وفي مصدرهما كذلك. كان أقول أرسل الذي فعل الأمر منه أرسل، والمصدر ماذا نقول؟ إرسال. أو أدخل الذي فعل الأمر منه أدخل، والمصدر ماذا؟ إدخال. يمكن أن نضيف كذلك هنا بالنسبة إلى همزة القطع ما يسمى بهمزة المضارعة، أي الهمزة التي يبدأ بها الفعل المضارع مثل أرسم أو أمارس أو أبدأ وهكذا. شكرا لحسن استماعكم وانتباهكم. أسعد دائما بملاحظاتكم وأسئلتكم. نتواصل في حلقة جديدة بحول الله. تحياتي لكم. سلام.